طيب بصوا يا جماعة، عشان خاطر الناس كلها بتسأل نفس السؤال ده، وعلشان تبقى فاهمة الموضوع بشكل خلاص يعني طبيعي. هم أصلا عملوا القرار ده علشان خاطر الموضوع ده بالذات، علشان اللي هو هنا في مصر وتليفونه عليه ضريبة، لما هيسافر وينزل هل هيعرف يسجله ولا لأ؟ مع ان انت مثلا قبل القرار ده كنت سافرت ونزلت بيه مثلا مرة بس ما سجلتوش. يعني احنا قبل الموضوع ده كنا بنعمل ايه؟ اللي نازل مثلا مصر زيارة قاعد شهر فمش هيسجله ليه؟ هيرجع تاني، ولما يبقى ينزل في اي وقت يبقى يسجل لو هو نازل بقى بشكل دايم ولا لا. يقول لك استفاد بدل ما اسجل الموبايل على جواز السفر بتاعي، اجيب مثلا موبايل لحد، اجيب موبايل لقريبي لصاحبي لاختي لامي اي حد. فهو ما كانش بيسجله، هو نازل زيارة شهر اسبوعين ثلاثة ورجع تاني. هم عملوا بقى الموضوع ده عشان يقفلوا الموضوع ده تماما. قال لك يا باشا انت نزلت اول مرة ما سجلتوش، وبعد كده نزلت تاني مرة مش هتسجله. وحصل نفس الموقف ده مع حد زميلنا برضو اسمه علي عبد الواحد، وكان منزل فيديو هوريكم دلوقتي منه لقطات لنفس المشكلة بالظبط. ونازل مصر أول مرة ما سجلوش، نزل مصر تاني مرة كلمهم للأسف هيدفع لقيت الضريبة. صف طويل كده بيقول لك سجل، وفي دي الصوره دي تليفوني وما اعرفش ايه، وسجل موبايلك. قلت خلاص بقى تمام، رحت اسجل. قال لي احنا بنسكان. والله لقينا الموبايل اشتغل تمام، ما لقيناش اشتغل تكلم خدمه العملاء. ما فهمتش الكلمه، فلقيت ايه ظهر لهم الصوره دي اللي هو الموبايل غير مسجل والمعده لا ينطبق عليها شروط الاعفاء او الخصم. يعني ده موبايلي الرسمي الوحيد في السنه، عاوز افعله، لا لازم بقى اكلم خدمه العملاء اللي هي كام، اللي هي 15 380. احاول اروح كده. لسه جاي النهارده موبايلي لقيته مقفول، حاولت في المطار جالي سكرين شوت ان هو ما ينفعش يتفتح، فقال لي اكلم خدمه العملاء عشان تفتحوا لي بس. يعني اتمنى احل المشكله. تمام. واحنا اول مره ننزل بالتليفون ده برد عليك. نزلت بيه في شهر 5 17/5، ما عدتش 3 شهور يعني. تمام، وبعدها سافرنا ورجعنا تاني، لكن ما سجلناش التليفون اول مره في شهر. بالظبط، لان انا كنت نازل يوم ونص حرفيا، فكنت مضغوط جدا، فما كانش في وقت لاي حاجه، وهم قايلين كده كده المهله 90 يوم. محتاجين نسجله في الفتره دي، لان في المره الثانيه لما بننزل بيوقف حضرتك لا ينطبق على جهاز حضرتك شروط الاعفاء، فبالتالي بنضطر ندفع رسوم. فاهم حضرتك يا فندم؟ لكن هو بيبقى بنسجله من اول مره. ايوه يا فندم. طب يعني بس هم قايلين 90 يوم يا حبيب قلبي، يعني هم قايلين 90 يوم عادي. تمام يا فندم. هو سجلت حضرتك شكوى زي ما وضحت حضرتك يا استاذ علي، مده تحصل 5 ايام عمل. اول ما يتم الانتهاء من حل الشكوى يتم التواصل حضرتك اقطع عن طريق اتصال او رسالة. حصل معاه نفس الموضوع كده بالظبط في الايفون بتاعه 16 برو ماكس، ولحد دلوقتي هو مش عارف يعمل ايه وهيدفع الضريبة. وكلم خدمة العملاء وقالوا له لو انت كنت سجلته اول مرة ما كانش هيبقى عليه ضريبة، ولكن دلوقتي هنعمل لك شكوى ومعاك اسبوع قبل ما نرد عليك او 5 ايام عمل قبل ما نرد عليك. وانت عارف بقى هتفضل تلف معاهم في دايرة الشكاوي وخدمة العملاء وهنرد عليك. وبرضه هيبقى هو نفس الرد، بالعكس ده في ردود بتبقى مش كويسة وفي ردود بتبقى وحشة. هو خلاص هو بيقفلها لك. هو قال لك يا باشا هتدفع، انت نازل يا باشا ما تشغلش دماغك علينا، انت نازل مصر كنت اول مره نزلت كنت سجلت التليفون. فالناس بقى كلها اللي بتسال السؤال ده او غيره تبقى عارفه اللي انت كده كده هتدفع الضريبه. وخلاص انت نزلت الاسبوع سافرت ونازل تاني هتدفع الضريبه. شغلت الشريحه بتاعتك قبل ما تنزل مصر وانت بره ونزلت هتدفع الضريبه. شريحتك كانت شغاله بقى بره مصر بقالها فتره تجوال ونزلت، الله اعلم هيدفعك برضو ولا لا. ولكن هو منع الموضوع ده وقفله بسبب الناس اللي بتشغل دماغها، اللي هو بيقول لك انا هروح وارجع، انا بنزل اسبوعين ومش ماليش لازمه ان انا اسجله ليه؟ فاسافر وبعد كده لما اجي ارجع تاني ابقى اسجله. في تجار بتعمل كده، في ناس كتير قوي بتعمل كده، فهو قفل الموضوع ده.